يعني خلينا اقول لك ونتكلم بواقعيه اكتر. طبعا مصر مع فرنسا في المجموعه بطل العالم 2009 اخر بطوله، والمانيا بطل نسخه 2007، واسبانيا بطل نسخه 2005. فالثلاثه العظماء في العالم في المجموعه مع مصر، اضافه الى تونس بطل افريقيا، والبحرين طبعا يعني من الدول المصنفه ايضا بشكل كويس في الهاندبول. المنتخب الوطني طبعا تعرض لهزيمه امبارح 30-25 زي ما كلنا عارفين. لوم المدير الفني الالماني للمنتخب اكد ان الهزيمه طبعا كانت متوقعه ولم تكن مفاجئه، ولكن انتقد بشكل حاد الدفاع المصري والهجوم، لان التعليمات اللي كان بيديها للاعبين بالهجوم السريع والدفاع المرتد ما كانش بيتم تنفيذها مطلقا. يعني اللعيبه كانوا بيفقدوا الكوره على بال ما بيعاتبوا بعض. كانت طبعا الفريق الالماني بيجيب جون واثنين. مشكلتنا الاساسيه ايضا في عدم القدره على تسجيل اهداف اكتر. بنفقد الكره بسرعه، مفيش تركيز، مفيش هدوء. ولكن احنا مش عايزين ننتقد يا استاذ عبد الناصر وضيوفك، مش عايزين ننتقد يعني المشوار بتاع المنتخب من دلوقتي، لان لسه عندنا بكره ان شاء الله باذن الله ماتش فرنسا. طبعا الفرصه صعبه جدا والظروف يعني غير مهيئه ان احنا نفوز طبعا بالتاكيد، ولكن المنتخب يعني انا لسه كنت معاهم لسه مخلصين. اللعيبه عندها امل ان هي تعمل مستوى كويس بكره، عندهم امل ان هم يظهروا بشكل افضل، عندهم امل ان هو على الاقل يحقق مركز افضل من اخر مركز في البطوله اللي هو كان المركز ال14. يعني في امل ان احنا يعني المركز ال12 او ننافس على كاس الرئيس ان امكن يعني، ولكن طبعا ده مش هيتم يعني بدون اداء جيد وبدون قوه في المباريات. ده اللي حاصل حاليا في المنتخب. خلينا اكلمك برضو سريعا عن المنتخب التونسي، انا لسه متكلم معاهم. فالناس بيتكلموا بواقعيه طبعا وبيقول لك احنا ما عندناش فرصه للتاهل، ده منتخب تونس. هم بيقول لك احنا عايزين هدفنا الاكبر هو التاهل لاولمبياد لندن، لان هيكون البطوله في المغرب 2012 كاس الامم، هيكون منافسه شرسه على المقعد الوحيد اللي هيكون بيمثل افريقيا في اولمبياد لندن، واللي هو هيكون بطل